السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع نصر سمارت هوم ومع حضراتكم كالعادة مهندس جمال نور الدين. هوريكم في الفيديو بتاع النهاردة شخصين بيظهروا على الميديا. واحد فيهم شغال في اللوح وعامل اللوحة بتاعته حصالة. يعني كل شوية يظهر بنوفر وهي اللوحة في حد ذاتها كارثة يعني. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. فشفت له فيديو جايب تايمر وجايب كونتاكتور وجايب مفتاح سيركت بريكر، وبيتكلم ان هيعمل الكلام ده لوحة سلم، او هيعمل الكلام ده ماكينة سلم. ويقول ان هو كده وفر. هو يا اما الراجل ده بيستهبل الناس وكذاب، يا اما الراجل ده مش فاهم حاجه خالص، والمفروض ما لا يشتغل في السمارت ولا يجي جنب السمارت خالص، لان يعني بجد حاجه توجع القلب. يعني انت يا ابني عندك في القطعه اللي انت حاططها ديت ممكن تاخد خط واحد وتحوله مكنه سلم. انت عندك القطعه دي بتتحول مكنه سلم بروفيشنال، وسعرها لا يتجاوز نص الكلام اللي انت جايبه ده. عندك القطعه دي ارخص من القطعه الاولانيه بتاعت 100 جنيه، و10 امبير والتانية 10 امبير. بس دي الميزه اللي فيها، ممكن نشتغل بمفاتيح اون اوف وديفيتوري او مفاتيح جرس، ودي بنشتغل فقط بمفاتيح جرس. ودي 10 امبير ودي 10 امبير، وهتكفي اكبر سلم فيك يا مصر. اذا انت ما تفتكس، يعني ما تقعدش تقول كلام ملوش اي معنى من الصحه. وجاء بعدها بيومين جايب وش مكسور ويقول لك احنا غيرناه للراجل عشان الغلبان. هو الوش لما يكسروا العميل ولا يكسروا الشخص بيبقى تبع إيه يا ربي، بتقول ضمان 6 سنين. والله انت منافق. طبعا ده ما بيحصلش، وكلام ده كلام يعني. انا هقول للناس اللي شايلين منهم شغل كل واحد يكسر له مفتاح ويروح لهم يشوفوا هيغيروا له ازاي. الكلام ده عارف من الصحه. ما تضحكوش على الناس يا جماعه، حرام. خلصنا من قصه الشخص الاولاني. الشخص الثاني طالع برضه. هو في كل فيديوهاته بينوه ان الناس مش فاهمه حاجه، وهو اللي فاهم كل حاجه. انا بقول له من هنا انت ما تفهمش اي حاجه خالص. اه والله. ليه بقى؟ اولا عامل يو بي اس في المكان ومدد له خرطوم في كل اوضه، خرطوم في كل مكان خرطوم. الكلام ده طبعا كلام جهل. اليو بي اس لا بتمد له خراطيم زياده ولا الكلام ده خالص. اليو بي اس بلاش اقولها عشان ما تتعلموش منها يعني. الكلام ده مش مظبوط. الحاجة التانية، لا أنا هقولها له. اليو بي اس بتمدله أسلاك، أو هو مش يو بي اس، هو اسمه انفرتر. انفرتر يو بي اس، هقول لك الاسم العلمي ليه: ساين ويف يو بي اس انفرتر. ودور على المصطلحات دي معناها ايه. ده بتحط له سلك رايح على اللوحة على طول، بتاع على حسب انت هتحطه فين، يعني حاجة بسيطة جدا. وهو بيشتغل بيغذي الاماكن اللي عايز يغذيها امرجنسي لما الكهرباء تقطع. بيغذيها دايركت في اثناء وجود الكهرباء. ولما الكهرباء تقطع بيغذي الاماكن دي من خلال تحويل التيار الدي سي بتاع البطاريه لاي سي 50 هرتز بيور ساين ويف، ويغذي الاماكن دي بدون مد اسلاك في كل مكان زي ما هو بيقول. ثانيا ايه مجموعه اللوح اللي انت عاملها دي والخراطيم اللي ماشيه في الحيطه والكلام الفارغ ده، ماشيه في الارض، مش ماشيه في الحيطه. اولا اللي لفت انتباهي من الفيديو بتاعه ان هو في اخر ركزوا في اخر حته في الفيديو بتاعه. بقول لك طبعا زي ما انتم عارفين مسبوح بمرور الخراطيم في الكود المصري. قال يعني الواد انجينير قوي. يا ابني الكلام ده مش موجود في الكود المصري اصلا. الكود المصري اي حد يخش على جوجل ويكتب الكود المصري، تحميل الكود المصري في الكهرباء، وهيشوف اذا كان الكود المصري بيتكلم ان في خراطيم موجوده في الارض ولا لا. طبعا الكلام ده غير يعني غير صحيح، عارم الصحه تماما.
وانا اتكلمت مع اكثر من مهندس استشاري وقال لي لا طبعا الكلام ده مش موجود في الكود المصري، مع ان قريته طبعا قبل ما اعمل الفيديو. ولكن احنا بنضطر نعمله في بعض الاحيان ولبعض المخاطر، والراجل قال لي ان لبعض المخاطر، ولكن بنضطر نعمله. لكن هو مش مدرك في الكود المصري، لانك انت بتقول احنا ما بنضحكش على حد، لا انت بتضحك على الناس ومفكر انك احسن من الناس. تواضع شويه يا ابو اسمه ابو حاجه كده مش عارف، ابو سراج يعني الناس كلها خير وبركه، وانت يعني مش احسن من الناس، خد بالك. انت بتغلط والناس كلها بتغلط وانا بغلط برضه، كلنا بنغلط. بس الكلام ده غير صحيح، ان الخراطيم مسموح بها في الكود المصري. وتعالوا معانا نشوف الفيديو اللي عملوه، وهوريكم ازاي احنا بنشغل القطعه دي كمكنه سلم بروفيشنال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يوم التوفير، زي ما وفرنا في اللوحة المدمجة 6000 جنيه للمهندس، النهارده برضه لو بنوفر في اللوحة اللي معانا ديت. تعال اعرفك عليها اول وبعد كده نشوف التوفير تاني. اللوحة دي عبارة عن 8 خط بفضل الله عز وجل، هيشتغلوا سور وواجهة، سور وواجهة، تمام. فاحنا طبعا مأمنين الثمان خطوط بتوعنا عشان العمر الافتراضي بتاع القطعة ب8 كوندكتورات بفضل الله عز وجل، والسويتش جارد. الجديد معانا بقى ايه؟ الكوندكتور والتايمر دول. ايه هو بقى الكوندكتور والتايمر دول؟ دول هيعملوا مكان مكنه السلم. النهارده مكنه السلم معديه ال 1700 جنيه النظيفه وما عليهاش ضمان. وكلكم عارفين الكلام ده، ما عليهاش ضمان. فاحنا الحمد لله بفضل الله حطينا جوه اللوحه بتاعتنا مش هتشتغل سمارت. اول حاجه احنا ما بنضلش حد وما بنضحكش على حد، وبنعمل شغل صاحب المكان ما يعرفش الشغل بيتعمل ده ايه. حضرتك مش انصح منه. اكيد صاحب البيت اللي دفع حق شريط اللحام عارف هو جاب شريط لحام ليه. اكيد صاحب المكان اللي جاب لفه خرطوم هيجي يسالني يقول لي يا ابو سراج الخرطوم ده ليه. فحضرتك شايف الشغل كتير، ما تستغربوش وما تستكتروش على الناس. حضرتك ما تجيش تقول كتير وقليل وحضرتك ما عندكش درايه بالشغل اللي معمول. طيب انا عندي حمام دايره، عامل فيه ايه؟ الطبيعي بندخل الكهرباء عاديه. طب انا مدخل كهرباء عاديه، اناره وبرايز بتتحط هنا، والسمارت، والخط اللي خاص بالبطاريات. البطاريات اليو بي اس ان انا لو النور قطع عندي يبقى عندي شبكه 220 في الشقه كلها بمتوسط حوالي من 8 ل 12 ساعه شغالين في كل باكيه او في كل مكان. يعني عندي سبوتين او 4 شغالين على بطاريه او على الطاقه الشمسيه، وعندي باريزه جنبي فيشه شغاله 220 مش كشاف طوارئ، فدي برضو بناخد لها تغذيه خراطيم. كل غرفه طبيعي بندخلها خرطومين. الاول كان خرطوم واحد فردة اناره ولا كده. طب احنا ليه ماشيين بكذا خرطوم داخل غرفه؟ طيب ما انا عندي واحد سمارت جاب الشطر، وعندي خاص بالبطاريه، وعندي خاص بالكهرباء اللي هي الكهرباء العاديه للاناره، وخرطوم تاني خاص بالتكييف. يبقى احنا ما زودناش عنها حاجه تاني مهمه جدا في مجال الكهرباء. انا برد يعني النهارده الفيديو عامله ردا على بعض اسئله الناس، وانت حقك انك تشوف وتسال وتقول لي ليه ما خدتش الخراطيم في السقف ليه. طب يا فندم العميل هنا اشترى الفيلا زي ما انتم شايفين محار، فاكيد هيعمل كل الشغل ده. طيب بالله عليك انت عندك مثلا فرد الدش هنا وعايز تربطها بلوحه الستلايت هناك، هطلع كده كسر واروح طالع بره؟ اكيد لا. طيب هندسيا اي مهندس عارفين ان الخرطوم الارضي بيمشي في الارض عادي ومصرح بيه في الكود المصري. انا هوري حضراتكم ازاي بنشغل القطعه الميني ار 2 دي كمكنه سلم. احنا هنا عاملين 4 مفاتيح كريستال كانهم 4 ادوار، ومخليين الخط ده كانه الاضاءات بتاعه السلم. فهنبدا نشغل. لو بصيت حضراتكم على الخط ده، لو فتحنا كده وطلعنا بياخد التايم بتاعه اللي احنا نظبطه عليه وبيطفي. لو حد طلع الدور الاول مثلا بينور من تحت ويطفي على طول عشان يوفر في الكهرباء. لو حد طالع يعمل حاجه قدام بيته او شقته ممكن يفتح كده ويقفل تاني. اذا القطعه دي شغاله مكنه سلم محترفه جدا، بتشتغل بتايمر وبتشتغل كبلس.
يعني تفتح وتقفل اي مكان، بجانب ان كل قطع السمارت ممكن تشتغل مكنه سلم بما فيهم القطعه الفور شانل R3 او البرو. اذا الناس اللي طالعه تشتغل الناس وتقول لك احنا وفرنا، الناس دي ما بتوفرش، الناس دي بتسرقكم او بتستهبل عليكم او مش فاهمين، بدل مش فاهمين بيشتغلوا ليه في المجال انا مش عارف انا. فيا رب تكونوا استفدتم، واي حد عنده اي سؤال يتواصل معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.